السلام عليكم اخوتي ومرحبا بكم في فيديو جديد، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير بحال ديما. اليوم عندنا خبر عاجل وسخون، خبر غادي يفرح شي ناس وغادي يقلق شي ناس اخرين، وخاص واحد الوقفه عند هذا الخبر والتفكير وماشي غير بالزعاق. الياس المالكي، الشخصيه اللي داير عليها واحد الضجه كبيره في السوشيال ميديا، غادر اخيرا سجن سيدي موسى بالجديده، وهذا الشيء جا من بعد ما خلص غرامه ماليه كتقارب 15 مليون سنتيم كعقوبه بديله. بحسب مصادر صحفية، الإجراءات دازت في المراحل الأخيرة والإفراج كان مسألة وقت. دابا السؤال اللي كيطرح راسو، واش هاد الخروج نهاية القصة ولا غير فصل جديد في مسلسل طويل؟ إلياس المالكي ماشي شخص عادي، راه ظاهرة رقمية، عنده جمهور كيعشقو وعنده منتقدين كيتسناو أي زلة ديالو، وأي حركة كتولي حديث الناس. اليوم خرج إلياس المالكي، مبروك عليه، نتمنوا له إن شاء الله الأفضل، ولكن راه خرج بثمن، وثمن غالي. يعني هنايا ما تنقصدش غير الثمن المادي، وإنما راه الثمن ماشي بسيط، راه الإنسان تيخلص من حياته، من سمعته، من وقته، والديه، عائلته، أحبابه، أصدقائه، بزاف الأمور اللي دايرة. دابا خليني نهضر معاكم بصراحة وبلا نفاق. أول حاجة خصنا نعرفوها، القانون طبق، ما كاين لا حقرة لا استثناء، كاين حكم قضائي وكاين عقوبة بديلة وتخلصات. ولكن واش العقوبة البديلة كتصلح ولا غير كتسكت؟ 15 مليون سنتيم بالنسبة لشي واحد معروف ومتابع ممكن تخلص في نهار ولا يومين، ولكن بالنسبة للمواطن بسيط كتكون حلم مستحيل. وهنا كيطلع السؤال الكبير، واش العقوبة خصها تكون مالية فقط ولا خصها تكون تربوية تصحيحية باش ما يتعاودش نفس السيناريو؟ الياس المالكي معروف بالاسلوب الاستفزازي ديالو، كيهضر بزاف، كيضحك بزاف، ولكن الكلمه راها سلاح، واللي عنده جمهور خصو يعرف باللي اي كلمه كتخرج منه راه كتدخل لعقول الاف الناس، خصوصا الشباب اللي باقي صغير. دابا شي ناس غاديين يقولوا لي خليه في حاله، خرج وخلاص، وشي ناس اخرين غادي يقولوا خصو يرجع ويتحاسب اكثر. ولكن انا كنشوف واحد الحاجه، هاد التجربه خصها تكون نقطه تحول. يا إما إلياس يرجع أقوى ولكن أذكى، يا إما يرجع بنفس الأسلوب ويدخل في واحد الدوامة جديدة. والأخطر في هذه القصة ماشي السجن، الأخطر هو تطبيع الفوضى في الكلام. بحال إلا أي واحد عنده جمهور يقدر يقول أي حاجة بلا حساب. إلياس اليوم خرج، ولكن خرج هو تحت المجهر، أي كلمة، أي بث مباشر، أي تعليق غادي تحاسب عليه بالثانية. الخلاصة خوتي، إلياس المالكي خرج من السجن، هنيئا له، خلص غرامة ديال 15 مليون، القانون دار خدمته. ولكن القصة كيف ما قلنا راها مازال ما سالاتش. هذا الخروج خاصو يكون فرصة للمراجعة، ماشي فرصة للانتقام ولا التحدي. والرسالة اللي خاصها توصل للجميع، الشهرة ما كتعطيكش حصانة، والحرية ما كتعنيش الفوضى، والكلمة راها مسؤولية. دابا كنخلي السؤال لكم، واش كتظنوا إلياس غادي يبدل الأسلوب ديالو ولا غير رجع بنفس الطريقة المعهودة؟ كتبوا لي رأيكم في التعليقات، بلا سب بلا تخوين. فإلا عجبكم التحليل ديروا واحد لايك، ديروا اشتراك في القناة باش يوصلكم دائما الجديد، ونبقاو دائما على تواصل، ونشوفكم فيديو آخر إن شاء الله. وتحياتي أحبائي.